بعدها اتصال هاتفي من شخصية. بالنادي؟ لا، برا النادي. برا النادي. اوكي اي حلو. اتصال. مشعل شلونك، شو اخبارك، تمام كذي. يعني كنت اطلع وقتها بالتلفزيون بالرياضه والتحليل و قال انا الصراحه يعني ودي تنزل باتحاد الكره. كان اضحك الصراحه. قلت له لا، وين انا مشعل فودري وجمعيتي العموميه كاظمه يعني، وانا ضد النادي، ما راح يعني راح ادش بصراع و كان يقول لي لا، ما في، الحين في قانون تنزل، اذا ما اعطوك تروح تسجل قضيه. قلت له انا ما افضل قضايا. اوكي انا اختلف وياك عبد الله، بس ما يعني قضيه اذا سجلت مو سكتي القضايا. لا يعني القضيه لما اسجل عليك قضيه واكسبها خلاص انا قطعت الود بيني وبينك. صح يعني صح. انا شيء نظرتي. قال لي لا بس انت بتنزل رياضه، ليش ما تنزل؟ قلت له ما راح يخلوني. قال لا روح جرب. قال ما يصير انت مبتعد. ورحت السلام عليكم كاظمه، طبعا رحت دشيت ورحت مشعل فودري دش ولا دش فيه مصيبه. رحت حق الاداره. اي تخيل انت شيء يعني خلاص انت الحين صار عندك مشعل رعب من يدش في بلاء. إيه الله يستر. فطبعا لو يهتق ويدرون ان الحين باب الترشيح حق انتخابات الاتحاد، فيجيتي مو وديه في وراها. اي السلام عليكم، السلام شلونكم يا اوراقي. اي شنو اوكي انا بنزل. قالوا ايه ينزل. قلت تدزون اوراقي ولا ما راح تدزونهم؟ قالوا لا سجل مشعل، ليش انت سجل خلاص انت ولدنا ولاعب كاظمه و اوكي سجلت. بتدزونهم؟ قالوا ايش فيك يعني، بنراجعهم وبندزهم الاتحاد. حلو. تعال شيك بعد يومين تلاقيهم بالاتحاد. طلعت دقيت على الشخصيه الرياضيه قلت له سجلت. قال سجلت؟ قلت له قال خذوا اوراقي؟ قلت له خذوا اوراقي. خذوهم. قال شيك عقب باكر نشيك. اوكي رحت النادي مره ثانيه شيكت، اقول بس احنا بنرشح معاك 6. 6. حلو. مو 1 ولا 2. مو انا 6. وانت 6. اوكي. ليش 6؟ حقنا مشعل نفس ما انت تبي تنزل، عبد الله بينزل، فلان بينزل، فلان بينزل، فلان ودزوا 6. وندزوا 6. هنا حلو. يعني اعطيك الاسامي بعد. يعني منصور تنيب، ايمن ما رضى. يوم شاف فيه يعني وخر ايمن. اوكي. قاسم، يعني 6 دزونا. حلو. اي بس الستة ربع الطريق اسحبوا. اوكي. تمينا انا ومنصور اثنين. فقالوا لي نادي يعني كاظمه بتنزل وين جمعيتك وين؟ قلت له انا نازل. ما قدرت على النادي بروح الاتحاد. اي بروح الاتحاد والحمد لله توفقت. اي وتم ترشيحك تم ترشيحي من قبل الجمعيه العموميه وصرت عضو في الاتحاد الكويتي لكرة القدم. وهني بلش المشوار الآخر في الاتحاد الكويتي. أحلى مشوار، أحلى من الرياضة. أحلى من الرياضة؟ أحلى من الرياضة على الرغم من العراقيل والله أحلى من الرياضة عبد الله. الحين أنا أقولها لك على برنامجك. يعني لو تعادلني في مشوار الرياضي هذا أحلى على كل اللي واجهته في أحلى. اي والله هذا علمني الرياضة الحقيقية، هذيك وناسة وهذا عمل. حلو. هني بلش العمل. أول لجنة كنت فيها كانت الحكام ولا المسابقات؟ لجنة الحكام هذه كأول لجنة. أول كنت فيها نائب الرئيس عدل. وكان الرئيس بدر الفيلشاوي رئيس هذه اللجنة. كنتوا في هذه اللجنة بس 2؟ صح؟ لا بس عينا بعدين لا هو اللجنة عبد الله. لجنة الحكام لجنة رئيسية في الاتحاد يعني. هذه فيك هي ولجنة المسابقات ولجنة الانضباط، هالثلاث رئيسي. حلو.
يعني في اي يعني اتوقع في جميع الاتحادات كرة القدم هذه اللجان الثلاث رئيسية لازم. طيب. اي فكانت لجنة الحكام كنت نائب رئيس. نائب الرئيس. مع انه ما مارست التحكيم. لا صح. ما مارسته. وليش؟ كنت بمارس يعني سبحان الله. بعد ما بطلت. انا خذيت دورة تدريب، يمكن ما قلت لك صرت مدرب من اوائل اللي خذوا ليسنسي حلو. في الكويت، يعني كان طموحي ادرب بس ما كملت في لا خذيت وصلت وصلت بس ما كملت لانه أي. ما كملت الاي، فما خذيتها الصراحه. بس دفعتي خذوها وخذوا البرو. هذا يعني التدريب اي. بس التحكيم هذه هم دورات في ليسنسي. اي شافوني الحكام اللي هم كان شعيب خليفه الله يرحمه، و معاه يعني حكمين اتوقع. طيب. اي فقلت شو تسوي انت هني؟ كانوا في لجنه حكام عفوا في دوره حكام واحنا دوره مدربين. حلو. كان يقولوا لي ليه تعال المهم كانوا مو مصدقيني مبطل يعني صغير. فكلمني شعيب الله يرحمه قال لي تعال مشعل وهذا انت حكم وانت لاعب يعني راح تسهل علينا. اي كان اقول اوكي يلا رضيت. استانسوا يعني اطالع الوناسه قاعد شارين لاعب ايش دعوه. ويفضل بان الحكم يكون لاعب سابق. اي لا يعني انا كنا يعني توقيع الاعراض قاعد اتذكر وانت لاعب لا حكم قاعد اقول انا صراحه استصغر قلت يعني حكم يا مش السالفه اقول لك حكم يعني ليش مستانسين؟ يلا اوكي ابي مباراه. يقول ايه راح نعطيك مباريات. اي لا بالقادسيه والعربي. انت تبع على كبير على طول. حلو. كان يقولوا لي لا احنا بندششك دوره. هني ما تقبلت قلت انا دشش لا. قلت لهم لا ما ادش. قالوا عشان نعلمك بس القوانين. قلت اوكي يلا ما يخالف بس ابي مباراه. حلو. قالوا لي ايه راح نعطيك بس اول شيء تدش ودش ما يعني اشرحوا لي هم لو معطيني مباراه قويه يعني من البدايه مراحل سنيه. اي يعني لو نقول قاصين علي عشان يسحبونك. اي لو ملبسني يمكن التيشيرت الاسود ولا هذا كان كملت. بس انا شنو شرطت عليهم؟ لا ليش؟ لان العرب يعني كنت ابي العربي والقادسيه هذين ربعي وذين ربعي. حلو. فانا رايح يعني شغل فريج يعني لعب سكه. اي لعب انا عارف عبد الله شو السالفه انا قاعد وياك وهذا وانت الحين بالعربي وفلان احمد موساني بالعربي ومحمد جاسم راح تصير سهله المباراه. الربع. اي ونلعب بالسكه. حلو. اي كنا لعب سكه. اي فيعني شو السالفه بس العبود فاول عاد يلا وكذي. انا دايرها شيء لان ترى كان التحكيم انا نشوفه كذي اقسم بالله. انا اقول لك يعني في امور هذا اول ترى. اي يعني الله يرحمه جواد عاشور يزفك ويعطيك انذار ويعطيك طرد كيفه ما تقول له شيء. ومره والله اقول لك من الامور الغريبه يعني لما صعد درجه اولى تغير. يعني قبل احنا الحكم نخاف منه مش بس لما تشوف الحوار تشوف مرات يعني عيسى الجساس الله يرحمه لما يكلمك عافيه تقول اخ الحكم. فكان ترى الحوار كذي. فانا رايح باجيه كذلك لما يعطيك انذار راح تضحك تستانس يعني بديرها كذي. بس لا طلع الموضوع مو كذي. كلش مو كذي. فهني دخلت مع ان في هالفتره هذه هميت لك انتقادات. ما بيقول بهالفتره بقول على التحكيم انتقادات فاضيه. لان شوف الانتقادات بالتحكيم موجوده في كل المواسم في كل الدوريات. المقوله الشهيره كله من التحكيم كله من الحكم. اي فريق يخسر او ما يطلع بالنتيجه اللي ترضيه راح يقول انه كله من التحكيم. فالفتره اللي انت كنت فيها كان فيها انتقادات كثيره. ويمكن في فترتكم انتم سويتوا شغله بان استعنتوا بحكام اجانب. هذه كانت بدايه الاستعانه في الحكام الاجانب اللي قمنا نشوفها الحين بكثره. البعض قام ينتقدها ان انت كذي خذيت حق الحكم الكويتي. منو الحكم الكويتي؟ عندنا حكام مميزين. منو يعني 70% جبنة يبون يون هني. هذه وجهة نظرك؟ لا جبنة قالوها لي. هم قالوها لي. ايه لما انت كنت في اللجنة. انت هذا اقول لك عالم ثاني. دشيت اللجنة طبعا الصحافة والاعلام والدنيا
مشعل توقعناك احنا تروح لجنه المسابقات اللجان هذه. فقلت لهم اوكي، يعني لجنه الحكام انا رايح ان اللجنه سهله صراحه، يعني انا رايح ان ما فيها لويه، ما ما فيها كل حوار وياه. راس. مع انه يعني سبحان الله كنت اتابع الدوري بس عن طريق التحليل، ما تركز على التحكيم. تقول في اخطاء في هذا بس ما انجرف حق الموضوع. أوكي. كان همي ان اللاعب وان شلون التكتيك والجمل التكتيكيه. طيب. فلما رحت اللجنه بلشت اول مباراه لي بهوشه. اول مباراه اول مباراه لي انا رايح صدفه. وكنت في المنصه. صدفه انا رايح الاتحاد اوكي. ولا اليوم النهائي. مم. القادسيه والقادسيه وكاظمه. مراحل سنيه مراحل سنيه على ملعبنا. تحت 18. ايوه صدفه سبحان الله. كان يلا خل نروح نادي. ماشي قعدت هوشه تحولت مخفر. وقصه وما اعرف ايش ولويا ونادي يعني يعني صارت يعني عرفت. دشيت دافعت على الحكام. كان وقتها الحكم عبد الهادي العنزي. ايوه برافو صح. واحمد العلي ودقيت على ملعب الوطن وتكلمت. لا حكامي دافعت عن اللي اشوفه انا. لازم. استانسوا الحكام. ما حد يدافع عنه. انا طبعا ما لي شغل باللجان اللي طافت. اللجان اللي طافت ما لي علاقه فيها. اتكلم عن نفسي انا. حلو. اوكي انا شفت خطا. لا والله غلطوا على عبد الله، غلطوا على احمد، غلطوا على خالد. تحكمي بالنهايه انا حاسبك. بس مو غيري حاسبك. حكم يعني. وما كنت اعتقد انه في ظلم، بس اكتشفت لا في ظلم. الظلم من منو؟ من الحكام على الانديه. على الانديه وعلى اللاعبين. اي الحكام في النهايه بشر. لا. والخطا وارد. عطني يعني سنتر. انت اسالني اللي تبي عشان اعطيك على. ممتاز. انا طبعا اسالني. لما اتكلم براشد اتكلم كوني انا كنت حكم سابق. يعني يمكن هذه المعلومه معلومه سريه هذه. مو الكل يعرفوا. حكمت موسمين في الاتحاد الكويتي لكره قدم. صرت احسن مني يعني. انت رحت لبست لبست وخذيت الدوره الاولى، خذيت اللي هو الدرجه الثالثه، بعدها تاخذ الدرجه الثانيه. بس خلاص بعدها الاولى ثم وهي انت. بس كون عملي في الاعلام هذا ما يصير. فعلاقتي انا جيده بالحكام، وكوني انا كنت في الملعب عارف شنو اللي قاعد يصير، وادري انه ممكن تصير في بعض الاخطاء، وهذه وارده في كل الرياضات مو بس في كره القدم. فاحنا نقول لهم محشومين طبعا زملائي في النهايه. انا الحين دوري انا ادافع عنهم، اخذ الجانب الاخر. لكن يمكن في لك تصريحات كانت مثيره للجدل. انا هذا اللي ابيها يعني واحده. يمكن انت قلت في حكم يحط جداول مباريات للحكام. هذه وين انا قايل؟ هذه انت قايلها. حلو. صح. بس مو ايامي. مو ايامك. هذا الحكم يحط الجداول، وحكم شاطر. يعني شوف دائما انا عندي قاعده، اذا انت هكر او شيء كذي من هذا يمكن لا يصير طابع السيء فيك. جنده حق الخير. حلو. تصير احسن واحد. بس وهو عليه قرايه وعليه امور ويعرف ويسوي، بس مع الاسف ما كان يستخدمها بالشكل الصحيح. هو فعلا كان يحط كان يدير اللجان وهو حكم. وفي لجنه حكام وفي رئيس لا هو اللجنه. هو اصلا هو اللجنه. هو اللجنه. هو اللجنه وهو الحكام، وهو اللي يدير حق الانديه ويروح حق الانديه، يروح حق اعضاء الانديه النادي، ويروح المزارع مالت الاعضاء لهالدرجه. ويروح لهم الشركات، ويروح لهم بيوتهم، ودمر الكره ودمر سمعه الحكم الكويتي. يعني هذا كان فعلا. بس في عهدي لا، ما قدر ولا كان موجود في وقتك. لا كان موجود بس ما كان مسيطر. وقفته. لا وقفته. وقفته واتصل علي. قال لي انا اسف واعطيك اللي تبي واسوي لك اللي تبي، ومستعد اتعاون وياك، ومستعد. فكان
كاميرتكم تصيد التليفون لو اوريك تصيد اتوقع صيد. تصيد ها بعدين وريني. اوريك إيه. فقلت له انت على شنو شايف نفسك انت على يعني شنو ترهبني وتخلي صحفيين يهددوني ويدقون علي ويا ويلك وراح نتصيد عليك ايه كانت كذي. ايه كانوا كذي. وبالاعلام تدز حق المذيع الفلاني وتدز حق واشرح عليهم الان من برنامجك ورفع عليهم قضايا. وهو رفع ايه رفع عليهم الحين قاموا يترحمون علي. رفع عليهم وفي منهم ما قدروا. ليش؟ لان بينهم واتسابات، عطني على مشعل، عطني على عبد الله، عطني شنو يقول هني شنو يقول. ومع الاسف كانوا هم ضد اتحاد الشيخ طلال في همجيه مش دعوه كايو. حلو. مع ان في هالفتره فتره الشيخ طلال كان يعني في هجوم شرس إيه؟ على الشيخ طلال بان التحكيم مجير لنادي القادسيه. ايه يعني ليش ما كان واقف تحكيم مع نادي القادسيه بهالفتره. لا انا اكلمك يعني لما جيت. شوف عبد الله، اذا انت تبي تشتغل، انت يوم قلت لي تو بيدك تغير في قبل ما قلت لك ما قدرت. صح. ما قدرت بالاتحاد. بالاتحاد قدرت. حلو. ما دق علي الشيخ قال لي حط وسو. ما قال لي ما تدخل. يبنى وحطينا اللجان وحطيت هذا. بس اذا انت تبي تشتغل انت تشتغل، اذا تبي تنام. جبت الايباد وطلعت جداول اخر 3 سنوات. حلو. حلو. طبعا مو انا، جبت لي هاكر. اوكي. انا ضعيف بالكمبيوتر معلومه لك يعني. طيب. وايد بدائي. يعني انا من ولا شيء لايفون يعني عرفت. اي ما عندي يعني كلش تقنيه والتكنيك ما بعيد عني. فجبت لك شخص. جبت لي شخص صراحه. قلت له هذه كانت الامكانيات اشتراك. طلع لي الاخطاء التحكيميه. ايه الجدل والجدل اللي كان يصير. انت اقعد يبا هي. 2 3 بس دز لي. حلو. شرينا ايباد وشريت هذا وحط لي دز لي. شوف عبد الله شنو سوى، مشعل شنو سوى. ويدز لي. في مقيمين حكام بعد شلون؟ كل مباراة يقيم لك الحكم والاخطاء اللي سواها الحين على التقييم. لا انت ورني. اي ابي اشوف. انا لا تقول لي عبد الله ما كان زين او صح. عبد الله سوى. لا ورني. لا تعطيني ورقه وقلم. ابي اشوف. لا ابي اشوف الحاله. انا بشوف انت شنو سويت. المهم يجمع له وحاط وسوى وكذي بالاضافه الى انا كنت متعاون مع الانديه كلها. يعني فاتح تليفوني اسمع شكوتك، اسمع كذا، اسمع مع الحكم الفلاني، اسمع. طبعا شكاوى كل يوم كانت. ايه بس عاد ايه يعني هم مسخوها الصراحه ان الحكم اليوم ما اعطاني فاول وزفني. هذا واحد من الاداريين. ايه قلت له انت اداري تناشب الحكم فاول اكيد بيقول لك اسكت. ما كانت توصل لك قال ليش؟ قال ها ما توصل لك مسجات لا تحط الحكم الفلاني لنا ما نبي. لا يدز. مستحيل. ما يدزون. لا ما يتجرون يدقون تليفون. يقول لك لا تحط لي فلان يا اخي. فلان مو زين ويانا. قلت له لا مو بكيفك بس عشان اقول لك انا شلون تحويل الحكم الاجنبي. في احدى المباريات طبعا عينا اللجنه 3 اعضاء وانا والرئيس. فانا قاعد مباراه قويه. شو نقول تعال ابو راشد فوق. رحت فوق. الحكم قاعد. يلا افضل حكم. يلا شو المشكله؟ شو اقول وانا محكم باكر. عسى ما شر مريض انت. هو الحكم قال ما راسك يعورك باكر، حاشك شد، ايش فيك؟ انا خاف من الشيخ تركي كذي. السالميه والقادسيه يعطيك اياها. حلو. 3-2 حق نادي السالميه. طيب الحين الساعه 11 بالليل. ما عندنا وقت يعني ادق 11. انت من صدقك؟ قال والله. شنو بيسوي لك الشيخ تركي؟ بشكل. قال لي الشيخ تركي يهاوشني وايد بالملعب. طرده. واحنا راح نكون موجودين بالملعب. وعطى هذه 5 دقائق ما طلع.
3-0. طبعا اذا سوى شيء لا تتبلى عليه. اي مو تي على طول. هي مو تقيل على طول. لا يعني شنو يقول لك انت عندك صلاحيه مو عندنا صح. على الحدث، طرده خلاص يطلع. ما طلع بيخسر فريقه، وكان متصدر نادي السالميه. طيب بس ما يصير ما تحكم. انا من وين اجيب حكم؟ انا قلت له من وين اجيب انا حكم اليوم؟ الحين صار بندش الساعه 12 بالليل ومباراه قويه المهم والاعلام هنا وحكم لا ما يقول حكم. قال لي انا اخاف. عشان كذي انت كان تصريحك يسبون الحكم وما يطردهم. 90% من الحكام ايه جبناء، والمقيم يقول له سو روحك ما تسمع. ايه تحضر مخيم نادي القادسية او الكويت وثاني يوم مباراة معاهم. ايه هذا هي التصريح. ايه فهذا يعني خلنا بطلع يعني يعني خاف. المهم شلته حطيت حكم. احد التصريحات هذه انا موجود بالمباراه، انت كنت موجود في يعني احدى المباريات هذه. طبعا راحت السالميه والقادسيه، قال الحكم انا ما ابي، جبت مشعل. بدلت الحكم. جبت مشعل العسعوسي والحمد لله طلعت من احلى المباريات، ودرنا يعني دارها هو، وفازوا السالميه 3-2. يعني مباريات حلوه. حلو. احدى المباريات كان صح الحكم ينسب وانا سمعه. قاعد انا انطر يسب اللاعب. ايه المقيم يقول له لا تكتب، سو روحك ما تسمع. فناديته قلت له انت قاعد يسبك يا اخي، احنا لاعبين ما سويناها يعني ما نتجرأ على الحكم. شلون هم يتجرؤون عليك؟ كان يقول لي كابتن واحد من الانديه، شو يقول لي يا معود براشد، شفت حكمك هذا يطلب مني واسطه، يطلب مني اكلم رئيس النادي عشان يتوسط له، فاكيد بنسبه. عشان يبقى مالك الا الحكم الاجنبي. فهني اتجهتوا للحكم الاجنبي. اي في بعض المباريات لازم يجيب حكم اجنبي، مع انه حتى الحكم الاجنبي يخطئ، وصارت احداث مع الحكام. لا وياي ما في. يعني الحمد لله وياي توفقت. ليش؟ لانه قلت لك انا اذا انت تختار بعنايه وانت تكون موجود وانت واضح مع الانديه. حلو. يعني اذا انت واضح مع الانديه انت بعدين يعني انا كنت ادش جميع الانديه، اروح واقعد من راس مرفوع، ويدرون ان انا لما يعني انا لا محسوب عليك ولا ليش. نتكلم عن هذيل. احد الحكام يحط لي واسطه، اروح نادي كاظمه الاقي يحط لي نادي كاظمه واسطه، اروح مني يحط لي واسطه، اروح الصوب يحط لي واسطه. كان اقول لهم يا جماعه شو سالفته هالحكم؟ ليش شاطبينه؟ يقول يزور بالتقارير. يزور. لا عليك انذار، انت لاعب اساسي، تقرير مباراه. ايوه انت حكم. يحطها على مشعل فودري احتياط. وطحنا عليه واعترف. قلت له يبوا الملف. جبت الملف مزور. دق علي واحد في نادي كاظمه يتوسط حق الحكم. كان حطه انا، هو حاطه سبيكر والله ليه من حيث كرهانه في برنامج قلاسو بالاذاعه، وهو قاعد يكلمني سبيكر مشعل فلان كذي شلون. كان اقول له انا لا شو. قلت له يا عمي خله هذا يزور. اوكي ابو راشد ادق عليك بعدين. سد انا عصبت طلعت كان ادق عليه. قلت له انت حاطه سبيكر تو؟ كان يقول لي كان يمي. وعقبها ذاك قطع يعني خلاص بطل. لا ما قام يدق عليه. ليش؟ لانه يعني هو مسكين هذا، انا ما راح اظلمه اللي دق عليه الشخص من كاظمه لانه ما يدري. قلت له انت قاعد تتوسط حق حكم يزور. قال انا ما، يقول اشوفه سكت انحاش، انا اسمح لي براشد انا شيء هذا يعني. شوف عدل لما طلعت من اللجنه يا ابو رجع انا اشرح على ربعنا بالاعلام، انت كنت تحط وتحاسبني على الحكام وفعلتهم وتركتهم والحكام ما ادري ايش انت هذا الحكم ما تتكلم عنه ليش؟ وهو فقد ابسط شيء في الرياضه، شرف الرياضه. يزور شلون تثق فيه؟ وهو مو يخطي يا معود. الخطأ تقول بشر يخطي، وتدري الحكم اذا اخطا رايك ما لنا علاقه. صح. بس ان انت اجيك اقول لك نعم انا ازور واعترف وترده، هذه كارثه. لا وانت تسكت وتشيد فيه بعد، لا هذه كارثه صراحه.
ايضا يمكن في هذه الحقبه بلشت وحاولت تغير وكذي، ظليت فتره بس بعدها تركت اللجنه. اي عدل ليش تركت اللجنه؟ مطلب شعبي. كان في هجوم على إيه. مشعل الفودري اي ومن حكام دوليين سابقين، ويمكن في لك باحد اللقاءات التلفزيونيه اي انا قلت يبوهم خلوه يكونون موجودين اي هنا عشان- قول لي ذكرني تكفى عشان اعطيك الاجابه الصافيه. اي إيه يعني في احد اللقاءات كان لك قلت يبقى انا مستعد اناظر اي شخص اي خليه يقعد حتى جبالي، الحين. خليه يقول لي شنو الاخطاء وانا اكلمه. وهم لما اي دمروا اللجنه اكثر من ما كانت اذا هم بوجهه نظرهم. لا هم اول شيء انا بحط 1% لهم، 1% بس. 99.9 اي نعم دمروا اللجنه وما كانوا حكام جيدين، وما حد ضيعنا الا هالحكام. مع انهم حكام دوليين. لا ما كانوا حكم، يعني ما كانوا جيدين اصلا، او كانت الكره الكويتيه او كان المستوى غير معروف. لما اشتدت المنافسه بين الكويت والقادسيه بدات تظهر الاخطاء والمحسوبيه. اعطيك مثال، احنا دائما ركز انت على دوري الدرجه الصعود والهبوط. الدرجه الاولى مو الدرجه الممتاز. الاولى خليك من الممتاز. هني اللعب لان كان بينهم واتسابات. فقال له ذاك، قال له تطلع هاي واتساباتك، هذه واتساباتك، هذه كذا، هذه كلامك، هذا امورك هذه. فانت ايش حقه ترهن نفسك مع هذا، مع هالحكم؟ ليش؟ هو وغيره وحتى الحكام الدوليين اواجههم لك واحد. هذا واحد منهم يقول لك انا ما اقدر، واحد ثاني يكذب، واحد ثالث يقول لك انا نجحت بالاختبار. ما انا بحزتكم ايضا كان في سقوط لحكام في اختبارات النخبه، ما حد نجح. انه ما حد نجح. اي صح، سقطوا ومصيبه يقول لك انا ناجح. زين هذا هني ما يقع اللوم عليكم براشد انتم باللجنه؟ شلون الحكام هذول ما قاعد يطوفون الاختبارات وبعدين يبي يحكم في الموسم؟ لا احنا اجتهدنا، طلعنا يعني احمد العلي، حلو، طلعنا عمار من الحكام المميزين. وعمار كانوا يطوفون. عبد الله الجمالي، كان الكندري. عبد الله الجمالي كان وقتها صغير، وكان ايش يسمونهم حكام حكام المستقبل او شيء كذي. هو مع عبد الله الكندري. عبد الله الكندري صح. كانوا هم اثنينهم. بس كنا احنا نعد حق الاكبر على اساس الدوليه، نعطيهم الدوليه لان الحكام كبار، يعني عرفت هذيل صف ثاني بالضبط. وهذيل كان لهم برنامج من اسيا فطلعت احمد العلي، طلعت عمار اشكناني. الباجي انت دولي يعني انت حاط الدوليه، انا ما اقدر اسوي لك شيء. صح. زين حتى التمرين لما نمرنهم وكذا، حلو، يبقى الباجي عليك انت. فكانوا يسقطون هم، لما يروحون يسقطون. فالمصيبه كان يعني حكم قال لي انا نجحت. زين، واشرح عليك براشد ان انت ما قعدتني مع حكام، واذا عندك حكام تبي تدزهم اسيا خلي يقعدون معاي، انا اعلمهم الطريق الصح. وهذا حلو. انا مكلم رئيس اللجنه هناك، قايل لي ترى هذا ساقط وراح ندز لك التقرير. ممتاز. اي هو ما يعني لما جاء تقريره حلو، فاجتمعنا باللجنه، كان اقول له انا خل هذا كله، شلون انت تجيني وتقول انا ناجح؟ انت ما تدري انه بيدزون فيك تقرير؟ صح. اي كان يقول مبلى، بس انا الوم فلان ما توسط لي، الوم يعني ما راح تخلص من الموضوع. قلت له حلو. في 2014 انت كنت موجود في اللجنه، مبارك شعيب. اي هذه يمكن الحدث الابرز في الفتره. لا انا جيت وكانت بعد الحدث، كان بعد الحدث. اي بعد مباراه العربي والقادسيه بعدها. اي وهني بعدها اعتقد مبارك موخر عن لا التحكيم. كان جيت انا يوم نجحت واستلمت لجنه الحكام ناديته وناديت شخصيه بالعربي، لان لليوم السؤال شلون حسبها بلنتي. اي لها هذا سؤال العرباويه لليوم. سؤال العربه لا كارثه كانت.
حاولت يعني يعني الطف الجو وكذي وهذا. فالمال العربي قال لي لا احنا ما نبي، واحنا وهذا ظلمنا وهذا. كلمت مبارك، قلت له مبارك، وحتى كان لي لقاء وراها على طول يعني. قلت يعني القضايا ما القضايا، قال لا سبوني، سبوا اهلي، سبوا يعني طلع الموضوع كبير صح. صراحه. مو ما خلاص ما اقدر ما تقدر تسيطر لا ما عليه. اقدر له. لا. راجعت المباراة، لا كارثة، كانت كارثة. ليش حطيتها ما ادري يعني، كارثة. بس قلت انا خلاص خلينا نقط هذا. حكم بعدها ايه معاي فترتك. فترتي. حلو. حكم. في لغط صار على بلنتي. كان نادي اللجنه، حطينا السي دي صح، نقعد في الغرفة. نقعد في الغرفه، ايوه نوريك اخطائك. فقلنا عدل. له يعني هذه يعني بلنتي وكذي. فقال لي واحد، قال ترى هو مو مهيأ. قلت لا انت مو مهيأ، انت حكم الحين راح خلاص تتحكم. المهم ما مشى. حلو. حطوه في اللجنه، حطوه في مباراه. عشان اقول لك هذا الحكم الذكي لو يشغل مخه كان، بس مشكلته كلها في الدمار. حطوه مباراة. الحين مو موجود الحكم هذا. لا فحيل والكويت. حلو. كان يقول لي ترى بكر راح تصير مشكلة. قلت ليش؟ شو يقول لنا اذا حكمها مبارك ترى 3 سنين ذبحه. والله واشتغل وهذا، واكلم صاحبي ونطلع ولا فعلا. كان يكلمني مبارك عبد العزيز. حلو. قال ابو راشد انتم حاطين لنا ترى العام انتهت ذبحه اللي قبل. قلت المهم كان نادي اللجنه، قلت يا جماعه انتم تشوفون هذا الحكم في هالمباراه تصير هوشه 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 يعني نحطه باكر. ما حطه بعد ليش؟ هم استغربوا طبعا. انا ما كنت قايل لهم ان انا ادري ودريت سكتوا. قلت شيله. حلو. اي هو ما تقبل وخر. وطبعا حرك شويه الصحافه علي، حرك هذا. وانا موجود بالكويت بس مشعل الفودري ما يخليني اتحكم. قلت خلاص عيل ما تشوف شر، ما راح اتحكم. حلو. وهذا يوم وذاك يوم يعني. الحين اذا بنتكلم عن الاتحاد الحالي، لجنه الحكام الحاليه، اداء الحكام في الموسم الماضي، يمكن حاولوا انهم يجتهدون، ومن ضمن الاستراتيجيه كانت بانه يجلبون حكم اجنبي يدير اللجنه، او يكون يعني مع اللي يديرون اللجنه. بس يمكن الحين ما ادري وينه. انا شخصيا ما اللي هو ألان سنودي لا ما قدر هذا. ما قدر. كان موجود في الاستراتيجيه وانه جاي عشان يعدل. اي لا ما قدر يدير اللجنه. ما قدر لان اذوه. من اللي اذوه؟ اذوه الحكام نفسهم اذوه. وهم ترى كان مسوي ارشيف هذا الحكم. يعني عندي معلومه انه مسوي ارشيف على الحكام بس ما قدر. الشهيد الله يرحمه سوى شغله وطبقتها انا يمكن عفويه، بس واحد قالها لي رياضي مخضرم. قال كان عندنا حكم في ذاك الوقت وشي. قال حق الشهيد انا افضل حكم. قال له حبيبي في غيرك. قضبه. قال لي انت سويت نفسه بس يمكن ما تدري. هذا واستانس صراحه. لا شعوريا. يعني لان انا ما كان يهمني الحكم. يعني انت زين حكم، روح متعنا، روح استانس وحكم عدل. لا يعني لا تميل حق بس من اللي شفته منهم 80% غير صالحين. الاتحاد الحالي مو قادر يتعامل وياهم؟ لا ما يتعامل وياهم، ما يقدر. ليش؟ ما يقدر لان بينهم بين بعض اتصالات سابقه. إيه لما كانوا اعضاء وكانوا اداريين في انديتهم. فيمكن بس رئيس الاتحاد اللي اخذ موقف. ومعلومه لك يعني، شفت مباراه كاظمه؟ ترى الحكم سب لاعبنا الاردني. طيب. ويابوا الشريط ويابوا التسجيل مال الفار. يساب باللاعب، صابه. اي واتخذ فيه اجراء هو يعني جزاه الله خير يعني. بس الباجين لجنه الحكام لا ما يقدرون. منو اللي يقدر فيهم؟ تغيرت. من اللي يقدر؟ اللجنه تغيرت. كانت الحين كان نائب رئيس اللي هو الحكم الدولي سعد كميل. ايه الحين
ثويني هو اللي ماست ايه نائب رئيس، بس للحين ما بلش الموسم. شوف حطوا ثويني وابو جروه. ابو جروه كان يطالبني اني اشطب حكام، قلت له الشط مو بيدي، شاط اشطبك مو بيدي. المهم يوم صار هو عضو كان اروح له انا، قلت له اشطب انت الحين كلهم مع اشطب. فواحد كان قاعد قلت له شوف هذا الحكي شهر 8 نفس الشهر، قلت له ليش شهر 1 اذا هاللجنه تمت ثويني وابو جروه وهذيل انا ما اعتزل الاعلام. فعلا عقب شهر استقالوا، والحين يوسف ما راح يقدر يدير اللجنه، ما راح يكمل. ما راح يقدر. يمكن عنده مشاكل مع الحكام. مع الحكام طيب سابقه، وهو راح يعرفهم عدل، لان نصهم ما كانوا يحكمون معاه، 3/4 ما يحكمون معاه، وهو يعني 70-90% ما يحكم معاهم، بالاضافه لانه هو ما يحاكيهم، بالاضافه لانه هو ما كان يتمرن وياهم. راح يصير في صراع في. يعني انا عبد الله ما احبك ولا قاعد بالمكان اللي انت فيه. شلون بحكم وياك او شلون بعطيك مباراه؟ الحين انا مسؤولك، او انت الحين مسؤولي، تبي تقابلني ما ابي. لا ما تقابلني يا عبد الله، يبو اي مذيع ثاني. هذه ممكن تصير في الموسم الجاي. ايه تشوف احنا موجودين وانا موجود وياك، اي شيء على طول اجيك هني اقول لك اذكرك، لانه مستحيل يتوالمون. يمكن ايضا من الشغلات اللي بما اني انا اتواصل مع بعض الحكام، ومثل ما قلت لك يعني هي اللي بيننا اكثر من زماله وربع واخوه، وكنا مع بعض في المعسكر لما تكون وياهم كروميت خلاص تصير في علاقه بينك وبينهم. عشان كذا اقول لك انا مو كلهم في منهم اللي لا زينين اللي ينحطون على يمناك. في انا صعدت مجموعه، وان شاء الله يكونون الاغلبيه هم الزينين. الموسم هذا وطلع في وسائل الاعلام قبل فتره، انت عارف، وكونك كنت في لجنه الحكام، في كل موسم بالصيف الحكام يروحون الى معسكر، والاختبار عاده يجرى في معسكر او بعد ما يرجعون من لا ماكو اختبار ابشرك، احيانا ما في ما في اختبار، او لما يرجعون للكويت. انا لا ابشرك في هالموسم ما في معسكر، مو ما في اختبار. لان اللجان السابقه هي كذي. كان هو المتعهد هو ياخذ، يعني يروح لا نسبه لا طريقه. بعدين كانوا يروحون سياحه. زين يمكن ما في ميزانيه. شلون ما في ميزانيه؟ ما ادري شلون كنتوا تروحون ما في ميزانيه. في ميزانيه من هيئه شباب الرياضه. تقدم انت وتقول لهم وتحط مجموعه هذا ويعطونك الرياضه. فيمكن الهيئه ما عطتهم. لا ما يصير. ليش ما يعطيك؟ ما ادري انا قاعد لا يعني ما انت تكتب خلي يردوا الهيئه مالك معسكر، بس اللي يعرف الهيئه تعطيك. يعني يا معود احنا في عز الخص كنا نقدم اوكي، يعني ما تاخذ اللي تبيه بس تاخذه، كان من الاولويات هذا بس. فهذا يقع على منو؟ على الاتحاد، على اعضاء الاتحاد، انهم يطالبون وانهم لا ليش ما تروح؟ ليش ما تروح؟ اول شيء هني الجو حار ما تقدر تتمرن لا الصبح ولا بالليل، فالمعقول انك تروح برا. لازم برا وهذا حكم. هذا ما راح معسكر شلون لا لا انا بمرنك. اتوقع الدوري كنا الحين يعني 24/8 كم 24/8 يعني اذا ما تاجل ما ادري. يعني هم بعز الحرف اذا ما عديت كان الحين خلاص. فانا الاتحاد يلام الاتحاد ولا رئيس الاتحاد، لأنه كان أيضا في لك تصريح بأن الشيخ طلال الفهد أشرس شخص اشتغلت معاه يناقش جميع اللجان بأدق التفاصيل. ما شاء الله عليه فاهم. فعلا يعني ما توقعته كذي. فيقول لك بطل لائحة رقم كذي كذا مادة ألف تقول كذي توقف الحكم. مش على ليش موقفه أنت صلاحيتك شهر. فكان ملم في كل كان ملم. فعلا كان فاهم. يمكن لما نمدحه يقول لك لا رفيجك، لا هو مو رفيجي، بس هو فاهم، شخصية رياضية فاهمة. صح. ليش نجح في القادسية، ليش نجح في الاتحاد؟ بالتالي لأنه كان شخصية يعني رياضية فاهمة. هذا مهم. يعني مهم أن أنت تحط الاتحاد اللي يديره يكون شخصية رياضية فاهمة،
ملم في الرياضه، يعني ملم. مع اللي كانوا يقولون بانه والله يجب على رئيس الاتحاد بانه يكون رياضي او مارس الرياضه، لان في جانب اخر يقول لك لا، هو هذا عمل اداري، لازم يكون اداري ناجح، مو بالضروره يكون رياضي. يو اداريين كانوا يعتقدون انهم ناجحين، نقوا محاضرين كره قدم، كانوا ينظرون علينا وكانوا ولا ويقول لك مؤرخ. فلما ياب محاضر ما ياب مدرب. يا جماعه التدريب شيء والمحاضر شيء. المحاضر موضوع ثاني، كاشخ لابس قطرته او لابس بدلته ويكلمك وما تعب، ما حكته الشمس. عبد الله ما تمرن، انت تمرنت ما نزل الميدان، ما نزل الميدان على قولتكم. ايه. فلما انت الحين يعني حكم عرفت، فعندك تكنيك الركض، عندك تعبت. فلما انت تنزل الميدان وتصير مدرب الحين او مدرب حكام او رئيس وتنزل معاهم، انت عندك خبره. انا لما عايش بالبراد والتكييف والسنترال وقهوه وكاشخ ونظر وايه وناظر، طبعا التنظير سهل. انزل الميدان ما يعرف. فلما يابو جوزاك ولا طلع محاضر ما درب ولا شيء زين، طيب انتم يا اللجان ليش كنتوا تلومون الشيخ طلال؟ احنا جبنا لكم نبيل معلول، فييرا، عصرناهم يعني، لكن موجود بالاتحاد. يعني من يجيب لكم؟ ايش رايك بالمدرب الحالي اللي هو بنتو؟ اي روي بنتو، المدرب الحالي روي بنتو، ايش رايك فيه؟ ما تقدر تحكم عليه الحين؟ لا، ما عندك منتخب، ما عندك منتخب، ما عندك ما عندك اداء، لا ما عندك لاعبين، هذول هم لاعبينك، ما عندك لاعبين الانديه. بالعكس، شبيب، ثنيني، عيد. تبي تروح للنص، تبي اعطيك التشكيله، اقدر اعطيك تشكيله ما بس ما عندك الدوري اللي يساعده. الدوري ما يساعد. الدوري ما يساعدك. اللاعبين ذيل جيدين، هذيل اذا ما يحتاجون تطوير او يعني ما ينقلب حال الرياضه عندنا تصير منافسه. ليش 5 محترفين؟ ليش 5 محترفين؟ انت ضد 5 محترفين؟ هي ضدهم، ضد 5 المحترفين. دول برا 5 و6 و7. انا معاك، بس انا اليوم العب مع ماني وكريستيانو، بروزوفيتش ورا، يلا بعد هناك بنزيما. انت لما تقول لي انا يبدا بنزيما، بعد اذا انت ما تستفيد من بنزيما انت ما يعني فرق بينك وبين الدوري السعودي. فرق انت من 20 سنه او 25 سنه فرق بينك وبين الدوري السعودي. انت لما تاهلنا حق دوري ابطال اسيا اللي هو الكويت والقادسيه اللي هم افضل ناديين، انقلبوا بالاربعه صح، وطلعنا من الدور التمهيدي وتمينا نروح على كاس الاتحاد الاسيوي، كاس الاتحاد الاسيوي، وكان طموح وجماهير. انا ضد هذه، وجود ال5 محترفين. وضد الهاله الاعلاميه على هالبطولات. وخر عنها، علم الشارع الرياضي ان هذه بطولات ثانويه يعني ما لها علاقه. احنا نبي نشارك في محافل صجيه. شاركنا وين؟ بطوله جنوب منتخب الكويت حظوظه اماله في التصفيات الاسيويه. يمكن وايد مدربين ومحللين طلعوا تكلموا وقالوا بان واقعنا في مجموعه ما هي صعبه بوجود قطر اللي راح تكون متصدر المجموعه. انت تلعب على البطاقه الثانيه بوجود الهند، مع ان الهند ايضا ما هي سهله. شفناها، لعبت معاها مرتين، تعادلت في المرتين وخسرت في ضربات الجزاء. والفايز راح يكون من منغوليا وافغانستان. الله. فيعني المفروض على الورق احنا الثاني، انت الثاني. تتوقع انه ممكن؟ بس بعدها مع الله كلمة. لا لا انا اكلمك لما تصعد. يعني حتى انت لما تروح ورا المنتخب القطري تحس انهم مستعدين، حتى ودياتهم ما لعبوا مع منتخبات قويه. ما يبارونك، ما عندك انت الامكانيه انك تباري منتخبات قويه. كان في استراتيجيه للاتحاد. شنو؟ يمكن البعض يتفق معاه والبعض كان يختلف معاه، اللي هي موضوع التصنيف. فكان يلعب مع فرق يضمن انه يفوز عليها عشان يرفع التصنيف. فهذه كانت استراتيجيه. فيقول لك عشان كذي الفتره اللي طافت. فانت ضد هذه؟ تبي الصج؟ انت بترد مره ثانيه بتدش لنا مثلا بطولات نفس البطوله هذه، او بتدش يعني وين بتروح انت من كاس اسيا؟ وين بتروح من تصفيات كاس العالم؟ اذا انت ما تهيئ نفسك ما راح تجاري الفرق هذه. التصنيف احنا عارفين تصنيفنا وين.
احنا عارفين، احنا كويتيين ندري ان منتخبنا هذا الليفل ماله، بس طوره سو يعني. احنا مشكلتنا يو حق القاعده الاسبانيه ان بنصير نفس برشلونه وريال مدريد. يا اخي انا اعطيهم مثال دايم حق هالمحللين اللي اذونا الاستراتيجيه البرشلونيه. بتشوف مدريد شنو طريقته، القوه واللياقه البدنيه. شوفوا تشامبيونز مخباته، وخلك انت لعب كره 90 دقيقه نقلي ورا 14,000 نغله. هم كان عندهم لاعب خارق ميسي، كان ميسي هو اللي عامل الفارق. ايه شوف الحين ميامي. ايه لا هو شوف الحلول مالته، وشوفه هو لعب. انا طبعا ضده بالارجنتين لان من عشاق مارادونا. 170 مباراه لعب 6 مباريات زينه، ياب كاس العالم. وينك من الاول؟ يعني زين لعب يعني. دائما يناجروني بهذا، انت ايه قلت 70 سنه احنا يعني شفناه لعب 6 مباريات زينه كاس العالم. هي يوم لعب خذها اي. ومع السعوديه نزل خذوه السعوديه اي. فاتكلم يعني مباريات يعني المنتخب بحاجه لمباريات مع منتخبات قويه. اي زين المنتخبات هذه القويه راح يطقونك بالاربعه والخمسه، الشارع ما راح يرحم. لا تحمل. انت قاعد تقول حق الشارع الرياضي ان انت زين، وان انت متطور، وان انت قاعد تدفع فلوس، وان هذا ورهم هم راح يتقبلون. لا تباري البرازيل. انت انا ايش حق اقول لك؟ اول شيء غو دورينا، خل عندك مجموعه لاعبين، شيل الخمس محترفين، حط ثلاثه، حط اثنين، طلع مجموعه، طلع لي مجموعه لاعبين. حلو. ابي لاعبين انا يا اخي. انت مو عايزاني يعني تطلع لي مجموعه لاعبين، طلع مجموعه لاعبين وخلنا نبدي. بعدين بار الفرق الكبير. يعني انا عندي المعسكر وهو من اهم روح معسكر زين، العب مباريات حقيقيه جديه تفوز. اما انك ما تلعب او ما تروح ما راح تحصل شيء. ايش حق احنا رحنا برشلونه ورحنا سيدني. يعني انا ترى والي هذه الحقبه هي فعلا كنا نلعب مباريات حقيقيه. هذه بعدها اختفى المنتخب. بس هني كنا فعلا نباري. صح. اي يعني انا اقول لك، انا يعني لعبنا ضد ألان شيرر، لعبنا ضد نجوم ديفيد بلا، لعبنا ضدهم المحترفين الحقيقيين، لعبنا ضدهم. بس حصلنا على المنتخب الأولمبي، رحنا برشلونة وأدينا هذا مباريات. الاحتكاك هذا اللي هي وطلعت انت مجموعة لاعبين. بس بعدها لا، جاسم الهويدي احترف في الهلال، بشار في الهلال، بدر حجي. عندك مجموعة تخل الاحتراف. اليوم الاسبان ليش صاروا غواية؟ الاسبان خلوا من عقليتهم. اللاعب الاسباني قبل ما يتكيف لما يحترف برا، ما يتكيف، ينتهي بسرعة على طول. اليوم لا، تشوف نجومهم فرناندو توريس، شوفه باتلتيكو، شوفه ليفربول. صح. بعد ما الحين انتقلنا من اللي هو لجنة الحكام، وهذه كانت بدايتك في الاتحاد، بعدها انتقلت مسابقات. بس فترة بسيطة. اي. شلون كنت تشوف هذه الفترة؟ حلوة يعني. كنت جاي ورا دويلة، وصراحة يعني الإعلاميين والصحافة كانوا يأيدون هذا القرار. يمكن حلو. كنت مسوي والبعض استانس ان هديت هذه اللجنة، لكن كنت مسبب لهم صداع الحكام. اي الحكام فلما رحت لجنة المسابقات فقالوا فكه خلاص يعني. ولجنة المسابقات يعني هم يبي لها إدارة. يبي لها إدارة. هذه فعلا يبي لك يعني تفتح على الجدول، تتابع الأجندة، الفيفا دي يعني. بس ما طولنا فيها. يعني تم إقالة الاتحاد، وبالتالي هذه كانت آخر محطة. بس ما اشتغلت فيها ما اشتغلت فيها يعني ما عطيت فيها، طورت يعني. فيها لا ما مداني. حلو. قبل لا أختم وياك، يمكن برجع عليك على موضوعين. الموضوع الأول، أبي رأيك في موضوع تشكيلة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بوجود نائبين للرئيس، 5 أعضاء. هل تشوف هذه كانت أفضل من وقتكم لما كان العدد أكبر؟ إيه كانت حتى من أيام الشيخ طلال اللي هي 5 كانوا ومع الرئيس
ومعلومه يعني انا يعني انت لما تكلمنا عن الشيخ طلال نعم. كانوا يتكلمون عن عقود المدربين، ما كانت بعهد الشيخ. كل اللجان الانتقاليه هي سبب اللجان يبون مشعل يوقعون معك عقد 10,000 3,000 4,000 5,000. فلما انت تجي مجبر يا انك تعطيني مستحقاتي يا انك تخليني. هذه يعني معلومه للايضاح. حلو. فكانوا يلوموننا مرات، انتوا تلومون. فرحت الاتحاد انا، انت ليش هذا المدرب وليش هذا وليه؟ عقد اللجان الانتقاليه اللي موجوده قبل كانت توقع وتطلع هي وتخليك انت. فتشوف الحين نائبين رئيس، لا نائب الرئيس وايد ما له داعي. شركه عملاقه هي، يعني انت رئيس ولا بد لك نائب عشان ليه سافرت شيء رحت مهمه او شيء يكون النائب ينوب عنك. و5 اعضاء بس يعني ما نستحق. يعني احنا 14 نادي ليش 14 عضو؟ فبالتالي انا اشوف الخمسه احسن. الخمسه حتى بالقرار حتى في الجوده يكونون شويه. انا برايي يكونون الخمسه افضل من ال14 عضو. حلو. انا وايد سعيد كنت بوجودك. الوقت مشى ركض معانا، لكن هم بستغل وجودك قبل الختام. وفي موضوع هم يمكن كذي البعض تطرق له والبعض سولف في، انا باخذه منك على تتوقع راح يكون في ايقاف رياضي قادم للكويت؟ ان شاء الله لا مو وقته. مهما اختلفنا مع الجهه الثانيه او ان انت لا توقف الكويت. يعني لا توقف الكويت. بس انا حزين على اللي صار في الاتحاد الاسيوي. نعم. يعني على المجلس الاولمبي الاسيوي. يمكن اذا انت تبي تكلمنا عن هالشيء انا حزين، لان يعني الشيخ طلال خاض انتخابات ونجح فيها. صح. ونجح فيها. وفي قنوات وفي قرار 2017 قانون 87 على 2017 اللي هو نظم الشكوى ونظم كذا ونظم. وشفنا استنكار من اعضاء مجلس الامه وشفنا ان وقعوا وشفنا يعني ليش سويت انه في تلاعب تدخل هو اللي وبتردنا حق نقطة الصفر. وانتوا يا مجلس كنتوا يلي جايين وحطيتوا هالقانون وسنيتوه على اساس لا تقولون انه في تدخل. وما زالت الرياضة هي متداخلة مع الحكومة بحكم القوانين. طبيعي. يعني احنا ما زلنا نتبع الحكومة. فبالتالي يعني لابد ان هو الاتحاد الدولي هو شو يقول لك انا ما اتدخل في قراراتك الداخليه. يعني حتى لما تشرح لهم احنا عندنا وزاره والوزاره تصرف عليها الانديه ويقول لك ما له علاقه أنا. بس لما تعينون لا يبلي بالانتخاب يبلي انتخاب يبلي كذا. بس ردينا على نقطه الصفر الصراحه وامر محزن صراحه. يعني انا حزين على الموضوع. يعني ما كان له داعي الصراحه. ودنا نعرف شنو راح يصير وما ودنا بالايقاف صراحه. ما يعني الايقاف لا كلش مو وقته خلاص. لان اذا صار ايقاف تعال حاول شلون ترده وتعال صلح يمكن يطول. فانا اتمنى ان شاء الله يعني اللجنه توصل حق حل ويرجع الشيخ طلال في المجلس الاولمبي الاسيوي ان شاء الله يا رب. باذن الله ان شاء الله. شكرا لك يا ابو راشد على وقتك على وجودك معنا ولو اثرائك لنا في هذه الحلقه. وسامحنا اذا ثقلنا عليك. لا بالعكس والله بالعكس. انا احب يعني انا سعيد ان اكون متواجد وياك واتابع برامجك. انا ما ابي اتكلم عشان لا يقول يعني يقول لك هذا مستضيفه. بس امانه يعني ودنا بالحياديه. وانا ما زلت هم اقولها لك وكنت اكررها. يبوهم قعدوا معاي عندك شيء علي تعال عند عبد الله وخلنا قاعد انا وياك هني طاوله يزي هذه. تعال قول لي وخلنا اقول لك. حلو. بس انا متاكد مو من صالحك اللي بتجي مو من صالحك وانا على ثقه ايا كان. بتقول لي في اخطاء ارتكبتها في أخطاء. طبيعي عادي. بني ادم اللي ما يخطئ يعني ما عمل. لا يعني ما اشتغل. بتقول لي عليك شيء لا اتحداك بكل فخر. هذا تليفوني موجود مكالماتك موجوده. ورنا ما عندي ولا شيء. والحمد لله اليوم كلهم ايدوني على هذا الحكم. كل يوم كلهم ايدوني ومجموعته طبعا
ايدون ان هذا الحكم هو فعلا اساس الدمار التحكيم واساس و ما يشوف شر. واللي الحين هو مبتعد. لا ان شاء الله على طول انه ما يرجع. ان شاء الله يا رب. شكرا لك. عفوا انا بختم عشان بشوف المسجات. كويس. شكرا لمشعل حياك الفودري. الله. شكرا لكم. هذه كانت اول حلقه من بودكاست سنتر. خلكم معنا دائما، وكل حلقه راح تكون ان شاء الله افضل واجرأ من الحلقه اللي قبلها. في امان الله.